اهلا بكم اعزائي متابعين قناه ايمن الشويت على يوتيوب. لو انت اهلاوي يا ريت تنزل تعمل لايك واشتراك في القناه دعما لاخوك ايمن الاهلاوي. فشل مفاوضات النادي الاهلي مع المهاجم البرازيلي سوزا وعوده جاكسون ومليكا مره ثانيه للصوره، والاهلي يطلب الساعه الجماهيريه الكامله امام حرس الحدود، واشاعه قناه الزمالك في اصابه امام عاشور. نبدا معاكم باول خبر، وهو ان النادي الاهلي بالفعل تفاوض مع النادي الكوري، نادي جونبك الكوري تفاوض معاه بشان انتقال، او ان النادي الاهلي عايز يشتري اللاعب البرازيلي زي ما كلكم عارفين المهاجم اللي اسمه سوزا، ولكن النادي الكوري طلب من النادي الاهلي تاجيل الملف. فالنادي الاهلي بالتالي مستعجل وعايز مهاجم في اسرع وقت، فبالتالي فتح ملف جاكسون مليكا تاني مع بعض المهاجمين المرشحين، وبيعرض الامر على مارسيل كولر. ده بالنسبه لملف المهاجم الاجنبي. تاني خبر معانا وهو الاهلي يطلب الساعه الجماهيريه امام حرس حدود. بالفعل تقدم النادي الاهلي بطلب لوزاره الداخليه لفتح مدرجات استاد القاهره كامله لاحتفال النادي الاهلي مع جماهيره بدرع الدوري المصري. تمام. وطبعا كلكم عارفين ان في الدوري بيحضر 2000 او 3، ولكن النادي الاهلي خاطب الجهات الامنيه علشان يفتحوا الساعه كامله لاحتفال مع جماهير النادي الاهلي. ثالث خبر معانا مع حبايبنا بقى الزناطير الزملكاويه على قناه الزمالك الكوميديا والضحك. طلعوا امبارح وبيتكلموا وعلقوا على مداخله محمد ابو العلا طبيب المنتخب مع ابراهيم فايق، وقال لك ان محمد ابو العلا طبيب المنتخب قال ان امام عاشور لسه قدامه 3 شهور عشان يرجع للملاعب، والخبر ده طبعا غير صحيح، لان امام عاشور حتى لو هياخد 3 شهور في الاصابه بتاعته اللي هي قطع في الوتر، تمام، فامام عاشور مصاب من شهر 4 واحنا حاليا في شهر 7. امام عاشور ينقصه فقط 3 اسابيع للعوده من الملاعب. ولكن طبعا كلنا عارفين قناه الزمالك قناه تدليس وكذب واشاعات وبس، وما عندهمش حاجه او سيره غير النادي الاهلي. في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. السلام عليكم.